المشاهدين رحبوا معي بالحداد ابو شمس اسطى صباح الهلال. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا استاذ عباس، تحياتي لك، تحياتي للعراقيه وهاي المفاجات انت تسوي. جميل جدا. انا يعني اليوم يعجبني انه ابدي معاك بموقف مر بيك يعني خلال عملك كحداد. بالحداده يعني. بالحداد طبعا. لا هو يعني اخطر موقف، وهم يعني اعتبروه بالشيخ عمر اعتبروه موقف طريف. اكيد. انه تعرف خاصه اذا مهنه فنيه، يعني حداد مال ستيل يعني مال مكاين مال حلويات، فبيها دقه وبيها قياسات، فسحبت يعني مشوش فكرك دائما؟ لا، مركز بشغله واحده، يعني شلون تسوي هذه ما لك علاقه بالخارجي. فسحبت من جوا شيلمان، سحبت حديده استخدمها مثل هذه او اكبر شويه، سحبتها بس جاي باوع لها كمشت الفيته، لقيت نفسي بمستشفى الكندي. الحمد لله على السلامه. قبل الله يسلمك. يعني الشيلمانه وقعت عليها؟ شيلمانه جتي قبل على راسي، وحتى فقدان وعي صار، ما اعرف كل شيء، بس قعدت بالمستشفى ادور على الحديده. اذا حبيت المشاهدين بعد هذا الموقف نعم. راح نشوف اليوم ويانا الاسطى صباح الهلال ابو شمس واعماله كحداد. نترك لك الجو ان شاء الله. طبعا شكرا للكادر اللي ذكرني بهاي المهنه اللي مفارقها تقريبا كذا سنه، بس هي بيها مميزات هوايه مثل الشعر. اولا يراد لها دقه، يعني مثل ما تلحم بيت على بيت بلحام قوي لازم تلحم حديده على حديده، بحيث تسوي فد منجز، يعني تشوف الناس تستخدمه بشكل جميل. وبيها شيء حلو الحداده الثانيه، مو مثل الموظف راتبه شهري ياخذ اسبوعي. يعني كل اسبوع كل خميس ياخذ راتب. هاي احلى شيء، انه ما تنتظر 30 يوم، تنتظر 6 ايام. راح نبلش اول مره نسوي ستول، فد شيء بسيط يعني كرسي صغير لان حتى الوقت بسرعه نكمله. الحداده بديت بيها يعني تقريبا قبل 20 سنه، يعني صغير كنت. بديت ويا اسطى ابو زياد طارق الله يرحمه، كان حداد مال كور مال اهين اللي تذوب الحديد، بس هو يسوي هالاساس. بعدين انتقلت الى نفس الشيخ عمر، اشتغلت ويا ابو فرح مكاين مال حلويات. كنت لما يلقاني يلقى الورقه مال القياسات، يلقى بيها بيت دارمي، كان يسوي لي قطع راتب يوم او يومين من وراء الشعر. بس الحمد لله والشكر استمر الشعر، والحداده هم يعني باقيه اعرف لها. خلينا نبلش بالستول واحنا نسولف، شو تقولون؟ اسبوعيات. انا كان عندي يعني بعد ما اشتغلت بهاي المكان مال الحلويات قلنا، صار عندي محل صغير، وكانوا عندي صناع 2 بس يعني صادفت بوقتها الشغل زين واسبوعيات زينه. بس هي عموما الجو بالشيخ عمر حلو وحميمي لليوم، يعني انا هناك اصدقاء جاي اواددهم واروح وياهم، يعني اشوفهم بين فتره وفتره ولو منقطع، تحياتي لهم. يعني الموهبه احيانا يعني ما لها علاقه بالمهنه، يعني الشعر بعيد عن الحداده، لكن تجي يعني مرات مواهب تصير قريبه للمهنه، مثل الممثل الموهوب او الرسام اللي يمارس رسم اللوحات اللي هي ضمن موهبته. اكثر من 10 سنوات أنا تارك الحدادة، لكن الحمد لله والشكر دا ألاحظ نفسي ما ناسيها، ويمكن مثل ما كنت حداد زين أتصور أنا شوية بالشعر شوية زين هم أدقش. الحمد لله والشكر. اليوم الخلطة جميلة من البرنامج مثل ما نوهت بالبداية، ذكروني بمهنتي اللي أعتز بها، وكنت كل ما أتركها فترة كل ما يفلس واحد يرجع يعتذر من الاسطى مالته، يقول له اريد ارجع للشغل ويرجعني للشغل. مشاكل ويا الاسطى كانت مهنيه، يعني مثلا انت عندك فكره دائما، هي بالحداده اكو فكره يعني تصير يعني ابتكار عندك يصير باي موضوع، خاصه اني شغلي حداده ميكانيكيه، يعني مال مكاين مال حلويات، ماطورات وغيرها ضمن الحداده ضمن اللحام. فلما تصير فكره عندي ما يقتنع بها الاسطى،
اكيد التضوج انت متاكد وبالليل تفكر بيها. بالمناسبه الحداده مو بس تروح وتعزل الحداد اللي الميكانيكي بالليل هم يفكر شلون ايش سوى بهذا الموتور، هاي ايش قد الفره، لازم يقلل هنا الفره، لازم يزيد كذا، فشغله هم يروح وياه لبيته. فالخلاف ويا الاسطى هو كان فقط على الشغل او احيانا على الحله. يعني هو يريد يسلم ماكينه معينه، انت عندك مثلا بالثلاثه او بالاربعه تحل، ما عندك يعني ما يحسب لك اجور غير الاجور المتفق عليها، فانت تبدل تغسل بالاربعه، هو كلش ينزعج من تصير مره مرتين يقول لك يا اخي ابقى ساعه، ابقى ساعه زايده، الطيني وابقى ساعه زايده. خلينا نكمل هاي الرجل ونرجع سوي. لأن تضوي وترفو بلمسة ايد الذوب، تخجل من ضواك وتنطف الشمعة، يل عينك سفينة عاند الملاح، تشق روج البحر بس تغرق بدمعة، من قد ما ترف ينشاف بيك الماي، وبجيدك نزل شلال مو مجعد، ما تشل علينا من القصيبة يغار، ومسودن الليل وجيب لي قنعة، على خدك ضوى شمس الله بتحتار، تبكي ويا الأذان وتنحب وتنعى، يلهمسك غنى ويل صفنتك موال، وصف الكل مريض يطيب اللي سمعه، بالليل انت واحد، بالنهار اثنين، بالنهار اثنين، لأن ظلك مراية وعيننا تتبعه، وأظن 20 وزيد حملة أمك بيك، لأن دقة جمالك مو شغل تسمع. اجتماعيا الحدادة يعني تعرفك أولا بناس كثيرة، إذا أنت كنت بحي صناعي أو منطقة صناعية أو حتى بالمنطقة الشعبية، راح يجيك التنور، يجيك الشباك المكسور، يجيك الكذا، فأكيد المنطقة كلها راح تعرفك. وإذا كان شغلك يعني مثل ما يقول يرضي الله سبحانه وتعالى، أكيد الناس راح تحترمك وتحبك. ماديا هي شغلة مربحة لو أخلصت بها وتعلمتها مضبوط، هي كلها يعني أنت تدخل بأساس معامل ببيوت بغيره. غير الماديا أنه معنويا أنت تشعر أنه أنت مسوي شيء، لما تشوف معمل إلك بيه بصمة أو بيت إلك بيه شباك أو باب، أتصور هذا كل شيء يرضيك نفسيا. دائما كل عامل لما يكون أجير عند إنسان أكيد يدور له فرصة، يا أما وقت صلاة أو مثل ما يقول واحد ياخذ له جيجارة، بس هي الجيجارة تطول لها نص ساعة، خاصة إذا بعد ما أنجزت فد شيء ويراد له تفكير. يعني لما تسوي هذه يصير عندك خطأ أو يصير يسمونه قيناص عواج بيها، يراد لك صفنة شلون راح أسوي وشلون. إذا تغلط وأنت لاحم كامل مثل ما شفنا إنه أنا سويت إشكالات أول مرة بسيطة، حتى خاف يصير خطأ عندي، ولو هي شغلة بسيطة مجرد كرسي، بس هي بس تشويق مثل ما يقول واحد للمهنة. احنا نسميه اللي يسخت، اكو وايد يسختون بالشغل، فيقعد الصلاة مالته تظل ساعتين، الوجبة مالته لفة فلافل ياكل او لفتين يظل بها فالساعتين، فهي اكيد ياثر على ابو الشغل وياثر علي. بس اني لا ما كنت اسخت، يعني ما كان التسخيت الحمد لله. واحنا عموما يعني كل العراقيين تقريبا ما نستخدم هاي الادوات الامان. يعني انت تلاحظ انا مشتغل تكيد وتكيد شيف، هاي بس على مود النتله الكهربائي، المفروض واقيه للراس ونظاره وحتى حذاء قوي، لانه تدوس على حديد وتتنقل بمكان ممكن حديده طالعه جانبيه تاذيك، فهذا ما راعي مع الاسف. يعني احيانا انت تلحم بمكان مرتفع، فمنها ملابس تشف مغطي هذا الردن، النار كلها تدخل هنا، واكو وايد تفاصيل ما تراعيها انت مع الاسف. بس هو عرضه قلت لك، يعني انا كل اصابعي تقريبا كلها بها ذكريات من الشيخ عمر، وايدي راسي رجلي، بس هو خلينا نسميه الالم اللذيذ. يعني انت مو مجروح فد شيء، مجروح بعمل. يعني لما تشد صبعك وترجع تشتغل ما تحس بالالم نهائي، لانه دا تنجز فد شيء للناس. من تراب مثلي نعم، بس للجمال اسباب. من تراب مثلي نعم، بس للجمال اسباب. رب الجمال اعتقد سواك في محراب، بباب جنة عدن
تين ونخل وعناب بقالبك خل عسل وشوية ذبل تراب، بسواد العين يسمر من ترابي، اش عجب قلبك تغير من ترابي، انا ماضن ترابك من تراب، وحضنتك والعسل شلب بدي من طين مثلي، نعم بس عود شنك طين، ذرات منك بقن لمهن وسوى العين، 10% ندى ويمكن ورد 20، ومدروح نهر الخمر كمل لك 70، وسلالتكم نسب يوسف نسبها، الدنيا بغير نظراتك نسبها، الوادم 100% نسبها، بس نسبة جمالك 70. من كل شيء اخذ درس، ما خاف من شدة، ما دام احس بالألم واصرخ، اذا ما متت يعني النفس بعده، قل الجرح ما تبت، قل الجرح ما تبت، لا تسكت على الغلط، حطي انت بخده، كان قدسين الورد كون بقفا ينجلد كل من قطع ورده، من جرحي بيه شبه، ومن طبع بيه كم طبع، يعيش على لجمة عمر ويموت ذا شده، ولو صاحبت احسب اش بيه صاحبي، ما احسب اش عده، للعايز اشعل ضوء، ما خلي عوزي عذر، بابي اشل عشلع لو عايز السده، احتاجيت بس ما قلت، اكل بروح الصبح وبصبر اتغدى، وشل الحب وانشفى، بس انت خاتب علي رد فاض وتبدل، وشل الحب وانشفى، بس انت خاتب علي رد فاض وتبدل، عندي على ربع فضل بس جيبي لي رده، السيف مروة كحل، عين الجرح جازته برموشها تحده، والجوع دق بالعظم، وللشرف قالوا سعر، أصغرنا ما هده، اللي عنده بس الشرف لا تقول لي ما عنده. ابو شمس، يعني العراق مر بظروف، يعني دعا انه الشباب انه تعمل، من اللي راح حداد واصبح حداد يعني، واللي راح نجار واصبح نجار، اللي مصلح، اللي يعني كافه الاعمال. نعم. يعني اللي دفعهم يعني انه العراق ما يعرف يقول ما عندي، دائما العراق يغير، شوفه يعمل، شوفه يجهد يشتغل حتى يثبت وجوده. يعني بذيك المرحله وانتم شباب يعني اتجهت الى منة الحداده، صاحب اصدقاء وتحب معشر وناس يجوك، وهاي دائما دفعتك هاي العمل انه حتى دائما تكون حاضر وموجود بين اصدقائك. هو الشاب العراقي دائما يعني يحب ان يعتمد على نفسه، يعني حتى لو امور اهله الماديه زينه لازم يلقى له مهنه، او يعني حتى على الاقل يستقل بصرفياته. على حكايتك انه العراقي مضياف، يجي صديق، يجي يعني ظرف معين يمر به يحتاج الى مبلغ مادي او غيرها. اضافه الى هذه انه يعني انت سواء حداد او نجار او بنا او يعني لما تشوف هاي بغداد اللي دا تصير احلى واحلى ان شاء الله، جميلة. لما تشوف لك بيها بصمه، سولفنا قبل شويه عنه يا اخي، شيء جميل انه انا بهاي البنايه اللي شباك، اللي باب، او اللي حائط، او اللي هاي خاصه هاي تحكي اذا كانت في منطقه شعبيه، فكيف اذا بغداد هاي بغداد اللي دا تنبني شويه شويه، ليش ما اخلي بيها طابوقه؟ سواء بنا، صباغ، رسام، ارسم لوحه. وحبيت لكن حاير، بنيه بشكل ما صاير، بس بيتهم على الساتر، والغام بيني وبينها، لكن منذكر عينها، والحصل بيني وبينها تابوت احط للزفه، وشفه احط على الشفه، ومسموح همس الشفه، وخدود جوري وترفه، وكل اللي قلت لكم كذب، شاعر مسودا من نحب. ببغداد مسموح العشق، ببغداد بس احنا الصدق، وغصبا على الكل تصفى. انا يعني اقول لك موضوع، انا كنت احل من الشيخ عمر بالاربعه، يعني ما الحق اروح البيت للزعفرانيه، اروح للاذاعه والتلفزيون. كان عندي برنامج اسمه سوالف ليل من ال96، يعني احيانا المخرج، هو برنامج اذاعي، المخرج او المذيعه اللي وياي تقول لي اكو دهن صباح هنا، شنو هاي؟
او اكو هنا ذهن ناسي انت يعني مغسل سريع لانه تريد تروح تحضر البرنامج. فبنفس تواصل بين موهبتك وبين عملك، لانه اولا الموهبه احيانا ما تعيش كرزق. اذا تحتاج مبلغ مادي يخليك تطور هاي الموهبه او بالنتيجه انت اثنيناتهم ابدعت فيهن، الحمد لله ما قصرت عن عمل او قصرت الحمد عن لله لا عن الحداده ولا عن الشعر الحمد لله. بعد ماي الفرات الضيفنا نبديه، والقطان الازرق ما نكر شصه، وكل اسباب جوعي بدون استثناء كلها تروح فدوى ورقه الحصه. قبل خطار جاني وصادفت عوز على خدود شمع ذابت القصه، ولأن تنور طين وغيرته من القاع خلص عدنا العجين استنسخ القرص. اذن استاذ صباح يعني بدينا وياك بموقف، الموقف كان جميل ولو بنوع يعني من العنف يعني لان انجرحت، الحمد لله على السلامه مره ثانيه. الحمد لله. لكن نحب نختم وياك حلقتنا بموقف يعني نخليه يكون خارج الحداده. هي هواي مواقف خارج الحداده وخارج الشعر هم يخالف. اكيد. احد الاصدقاء في يوم عندي بناء داخل البيت فد شيء ترميم حائط صغير. الحائط على قد بلوكه عدله، فبنى صعد، بعدين جيت جبت له مي وخبط وما ادري شنو، لقيت مخلي بلوكه بالارض. يعني هو بلش بالبناء صعد فد 4 بلوكات 5، مخلي مكان نص بلوكه مخلي بلوكه بالارض. طلعت انا قلت له بيها غايل يعني انا ما اعرف ابني، اكيد له بيها قصد. صعد البناء والبلوكه طالعه. قلت له ابو فلان ما اريد اقول اسمه، شنو الموضوع هاي البلوكه شنو طالعه؟ قال عوفه يا اخي. قلت له شلون عوفه؟ قال تضيع بعدين باللبخ. فتخيل تضيع باللبخ، انا ما عندي فلوس ابني حائط يعني لازم تجيب اسمنت لازم اجيب اسمنت ورمل والبخ ثخن حتى ضيع نص بلوك. تحياتنا لهذا الخلفه الجميل. تحياتنا لك بس. حبيت المشاهدين، قبل أن يشار إلى أن صباح الهلالي لحاما ماهرا أحسست بذلك من خلال قصائده التي تدعو إلى التلاحم والتوادد والتحابب والأخوة. أحبة المشاهدين، صباح الهلالي مو بس طواف الشوق ماخذها عادة، خالط شعر موزون ويا الحدادة. تحياتي